بعد اذن اخواتي السعوديين اطلعوا اعملوا ملحمه على السوشيال ميديا وردوا على ترامب. ده بيقول لك ان بلاد السعوديه وقطر والامارات ما كانش هيكونوا موجودين لولا وجود الحمايه الامريكيه. يعني قطر بتديله طياره هديه ب 400 مليون دولار، وسوريا هتبني برج في قلب سوريا اسمه برج ترامب، والامارات هيدفعوا تريليون دولار، والسعوديه هتدفع برضه استثمارات ب 600 مليار دولار. مصر بقى لما فكر ان هو يعمل زي ما بيعمل معاكم يقول لك انا هعدي السفن من قناه السويس ببلاش، مصر ردت وقالت له هتدفع عشان تعدي. وموضوع التهجير مش هنهجر وغصب عنه. لما اتكلم على موضوع قناه السويس مصر كلها سواء شعب او قياده طلعنا عملنا ملحمه ورفضنا الكلام ده. يطلع هو يقول لك ان السعوديه وقطر والامارات ما كانوش هيكونوا موجودين لو احنا مش بنوفر لهم الحمايه، والكلام ده متوثق في الفيديو قدامكم اهو. انا عايز بس الفت نظر الناس اللي كانت طول الوقت تقعد تقول لك اصل امريكا اللي بتحرك مصر ومصر اللي بيتحكم فيها هي امريكا. اظن كل اللي بيحصل قدامك ده بين لك مين اللي بيتم التحكم فيهم ومين اللي عنده سياده وعنده قرار. والفيديو ده انا مش بعمل بيه فتنه قسما بالله، انا بحاول اوضح لكم ان كل المندسين كل اللي بيعملوا فتنه هدفهم ان هم يوقعوا مصر، لان مصر عندها قرار وعندها سياده. ربنا ينصرنا ويوحدنا. السعوديه ردت على كلام ترامب اللي قال فيه ان هو بيحمي الخليج وهم بيدفعوا مقابل الحمايه. السعوديه ردت في 2018 على التصريح ده وقالت المملكه مش هتدفع اي حاجه مقابل الحمايه، اللي بيحمي ارض المملكه هو ابناء شعبها، مفيش اي فضل لاي دوله على امن واستقرار المملكه. بس خطوه كويسه جدا من السعوديه ان هي تكون السبب في رفع العقوبات عن سوريا، وانا سعيد بصراحه لفرحه الشعب السوري. بس لما احذرك واقول لك ان الحدايه ما بتحدفش كتاكيت يبقى انا كده خايف عليك، والفت نظرك ان القرار ده اكيد فيه مصلحه. اولا السعوديه كان لازم تعمل كده وانا معاها في الخطوه دي عشان تقطع رجلين ايران من المنطقه. يعني السعوديه بتحاول ان هي تمنع اي تواجد ايراني سواء في سوريا سواء هنا سواء هنا. بس لازم برضو تاخد بالك ان الجماعات اللي موجودين في سوريا لازم تتفكك. اللي يمسك زمام الامور في سوريا لازم يكون الشعب، مش حد تابع لتركيا او تابع لامريكا او ايا كان. وترامب اعلن ان السعوديه هتنضم لاتفاقيات ابراهام وسوريا كمان هتنضم. اللي مش عارف ايه هي الاتفاقيات الابراهيميه، المفروض ان امريكا واسرائيل عاملين دين جديد بيوحد اليهود مع المسلمين عشان يكون الدين الجديد ده على هواهم هم. بصوا مش قصتنا دلوقتي، بس اللي بحاول اوصله ليك ان دول ما بيعملوش كده من فراغ. دولتك ممكن تستقر وكل حاجه بس هتستقر على هواهم هم. مصر غيرانه عشان ترامب راح عند دول الخليج وما جاش عندها. المصريين كلهم زعلانين وغيرانين، ازاي يروح الثلاث دول دول وما يجيش لمصر؟ دي حقيقه لازم تعرف، مصر هي اللي رفضت. الكلام ده كان قدامكم الفتره اللي فاتت، مصر والقياده السياسيه هي اللي رفضت سواء قرارات ترامب او طلباته. ترامب قدم دعوه لمصر ان الرئيس السيسي يروح يزوره، والرئيس السيسي رفض. كل الملفات اللي امريكا وترامب عرضوها على مصر مصر رفضتها. يعني مصر قدام العالم احرجته. مش مستنيين ان حد يقول مصر بتعمل او ما بتعملش، مصر بتشتغل من غير ما تقعد تتكلم وتعمل شو. انا ما بروحش ارمي فلوس عشان اطلب بيها الحمايه، وما بروحش ارمي فلوس في دول تانية واعللك اقتصادك انت. هي دي مش عبقريه خالص على فكره. لو من وجهه نظركم دي خطه جامده تمام، الله المعين. دوله مصر بتعمل ايه؟ بتنوع مصادر التسليح، مش معتمد على دوله توفر لها الحمايه، لا مصر بتحمي نفسها. ولو قعدنا نعمل صفقات من هنا للسنه الجايه، العبره بالجند المصري مش بالاله. بنجيب من الصين وبنجيب من تركيا وبنجيب من فرنسا وبنجيب من روسيا وبنجيب من المانيا ومن كل دول العالم، وبننقل التكنولوجيا بتاعه التصنيع عندنا، لان احنا دوله عندها قرار وبنحمي نفسنا. ما عندناش قاعده، ما عندناش حد بيوفر لنا الحمايه. بلاش تخلي حد يضللك، لان في فرق كبير بين دوله قرارها من دماغها وبين دوله بتتبع قرارات دول تانية. ركز معايا كده على العلامه اللي عاملها ترامب دي وهو قاعد مع امير قطر. ركز في الكلام ده وشير الفيديو عشان ممكن ما تشوفوش تاني. العلامه دي مش شرط اقول لك هي تخص مين، لان بقى واضح دلوقتي للعالم كله دي بتاعت مين. المهم ربط العلامه دي بالاتفاقيات الابراهيميه اللي كله عارف اتجاهها ايه، وهي توحيد الثلاث ديانات، المسلمين والمسيحيين واليهود، يبقوا كلهم تحت دين واحد. هم عايزين كل الدول الخليجيه تدخل في الاتفاقيه دي بعد ما الامارات دخلت والمغرب دخلت وقطر، كله شغال بالاتفاق ده. حتى سوريا حطوها غصب عنها في الاتفاق، بس للاسف سوريا مغلوبه على امرها عشان خاطر تترفع العقوبه. عشان كده يبقى كل المنطقه تم السيطره عليها. كل اللعبه اللي حصلت في سوريا بمساعده ايران وتركيا هي مسرحيه عشان خاطر يقدروا يحطوا الشخص بتاعهم يكون رئيس مقابل ايه بقى؟ التنازل عن الجنوب لاسرائيل والتدخل بقى في شؤون سوريا وبناء قواعد عسكريه. عرفت ليه الهجوم على مصر ورئيس مصر؟ عرفت ليه دايما بيحاولوا ان هم يقللوا من دور مصر في المنطقه؟ لان مصر مش موافقه على الاتفاقيات الابراهيميه، لان مصر لحد دلوقتي هي اللي بتقول لا، تتعامل بشرف وهنفضل نتعامل بشرف. التعامل بشرف بيخسرنا كتير والشعب بيعاني بسبب، بس ما عندناش مشكله نفضل على عقيدتنا ثابته. كل اللي بيحصل ده يبين لك فعلا التاريخ صدق. مصر هي الوحيده اللي كان دايما كله بيقع في الفخ، وهي اللي بتصد كل افكارهم الشريره.